السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. في حلقة النهاردة هنتكلم عن تكييف اتطلب مني كتير الفترة اللي فاتت إن أتكلم عنه، وهو تكييف جنرال. هنتكلم معاكم النهاردة عن مميزاته، وهنتكلم برضو عن عيوبه، وهقول لكم آراء الناس اللي استخدموا التكييف، وهقول لكم برضو رأيي الشخصي في التكييف. وما تقلقوش، هنتكلم على كل أنواع التكييفات اللي خطرت على بالكم أو اللي لسه هتخطر على بالكم. فلو اول مره تشوفنا انزل تشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده. احنا قناه مهتمه ببيع الاجهزه المنزليه، فلو حد عايز ياخد اي فكره عن اي منتج قبل ما ينزل يشتريه يقدر يتواصل معانا في التعليقات او من خلال رقمي اللي موجود في صندوق الوصف عن طريق الواتساب. ولو في حد عنده اي منتج عايزني اعمل عنه ريفيو برضو يسيب لي في التعليقات، هرد عليه على طول وهنعمل ريفيو عن المنتج ده. يلا بينا عشان ما نطولش عليكم ونشوف معانا ايه النهارده. بي كوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لا وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%. وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بي كوين. يمكن تكييف جنرال من اكتر التكييفات اللي الناس مختلفة عنها، فاحنا النهاردة هنجيب معاكم من الاخر، هنتكلم عن جميع مميزاته وعن جميع عيوبه وعن اراء الناس فيه. نبدأ معاكم بقى بمميزاته. اول ميزة معانا هي تقنية البلازما كلاستر. دي زي ايونات كده بتخش في الهواء بتنقيه من جميع العوامل الاتربة الخارجية او ادخنة السجائر او عوادم السيارات، بتخلي الهواء فريش. بيكون فيه برضو خاصية التشغيل الجاف. الخاصية دي بتخلي الناس اللي قاعدة تحت التكييف مش بتحس برطوبة الجو، بتحس ان الجو جاف، الهواء بتاعه بيكون فريش والجو جاف. فده بيدينا تجربة جميلة جدا، في نفس الوقت بيوفر معانا في الكهرباء. برضو في ميزة تدفق الهواء لمسافات كبيرة جدا، ده بيخلي الجو كويس جدا في جميع أنحاء الغرفة، يعني كأنه بيوزع الهواء بالتساوي بحيث ان المكان كله يكون درجة واحدة من البرودة. مش بس الهواء بيكون متساوي، لا كمان بيكون قوي. طب هل الكلام ده صحيح؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية في آراء الناس اللي استخدموه. المحرك بتاعه بيكون فيه خاصية التربو، ده اللي بيخلي الهواء بتاعه قوي جدا. في خاصية الانتظار لمدة 3 دقايق، يعني في حالة مثلا طفيتوا التكييف دلوقتي وعايزين تشغلوه في نفس الوقت فبيستنى 3 دقايق لحد ما يظبط كل اعداداته ويظبط تيار الكهرباء بتاعه. بيكون في خاصية التشخيص الذاتي ضد الأعطال، يعني لو في التكييف فيه أي عطل بيطلع كده زي ألارم أو تنبيه يقولك في مشكلة في كده، مثلا الفلاتر عايزة تتغير، عايزة تتنضف، في لا قدر الله تسريب في غاز الفريون، فالأعطال بتبان على الشاشة بتاعته اللي بتكون بالمناسبة مخفية، بتظهر بس أثناء التشغيل. بيكون في وضع التشغيل التلقائي في حالة مثلا التيار فصل عن التكييف زي ما بيحصل كده اليومين دول، فالتكييف مش بنحتاج نظبطوه من اول وجديد، بيشتغل على طول على نفس الدرجة اللي كنا ظابطينه عنها. توزيع الهواء بيكون عمودي، في زي ريشة كده بتبدأ تتحرك اوتوماتيك بحيث انها توزع الهواء في جميع انحاء الغرفة. ده كده بالنسبة لكل مميزات تكييف جنرال. نتكلم بقى معاكم عن العيوب. بس قبل ما نتكلم عن العيوب تظهر جنبي في علامة الاي، كنت عامل حلقة سابقة قبل كده عن مميزات وعيوب تكييف تورنيدو العربي. لو حابين تعرفوا عنه اكتر وانتوا تشتركوا في القناة خدوا لفة، هتلاقوا حاجات كتيرة جدا هتفيدكم. رغم ان مميزاته بتكون كويسة الا ان عيوبه بتكون خطيرة شوية. اول عيب معانا مستوى كفاءة الطاقة، مش بيكون الرمز ايه، يعني مش اعلى كفاءة واقل استهلاك للكهرباء، لا بيكون في المتوسط، بيستهلك كهرباء شوية كتير. يعني مثلا لو هنقارن بينه وبين فريش فممكن يستهلك الكهرباء اكتر من فريش بنسبة تصل ل60%. طبعا ده على حسب هو كام حصان. على الرغم ان قلنا ان هو بيوزع الهواء في جميع انحاء الغرفة الا ان تبريده ضعيف شوية في حالة ارتفاع درجة الحرارة، يعني مثلا في الايام دي الحرارة عالية فمش هيديك الاداء المنتظر منه نهائي. حد هيقول لي طب ما الجو الحر ده بيأثر على جميع التكييفات، هقول لكم لا، هعرفكم في اراء الناس اللي استخدموه ايه المشكلة. تالت شكوى بتيجي منه ان صوته بيكون عالي، بالرغم من تصميم الجهاز ان صوته يكون هادي وكاتم للصوت الا ان بعض الناس اشتكوا ان صوته بيكون عالي، خصوصا الوحدة الخارجية. عدم توافر قطع الغيار غير في التوكيل الرسمي بتاعه، اللي برضو لو رحت التوكيل طلبت قطع غيار ليه هيقولك مش متوفرة، فهو قطع غياره بتكون سيئة جدا وخدمة ما بعد البيع سيئة جدا جدا.
اخطر عيب بيجي منه هو تعرضه للتآكل والصدى بعد فترة قليلة جدا، ده بسبب ان الدهان بتاع الوحدة الخارجية بيكون ضعيف جدا. ده اكتر سبب بيخلي الناس ما تشتريش تكييف جنرال، اللي ان خاماته ضعيفة شوية او ضعيفة شوية كتير. ده كده بالنسبة لعيوب تكييف جنرال. نتكلم بقى معاكم عن اراء الناس اللي اكيد معظمها بتكون سلبية. اكتر شكوى جات منه ان تبريده بيكون ضعيف جدا. بالنسبة لدرجة الحرارة اللي احنا فيها دلوقتي، فده بيتأثر على أي تكييف، اللي إن بعض الناس جابوه واستخدموه في شهر 9 وبرضه تكييفه كان سيء جدا. وبرضه الشكاوى بتيجي إنه بيتقشر بعد فترة قليلة جدا، ممكن ياخد سيزون واحد بس وتلاقي الصدى باين عليه. بالنسبة لرأيي الشخصي فهو من أسوأ أنواع التكييفات الموجودة في السوق، وابعدوا عنه لو لقيتوه. مش هنتكلم معاكم عن اسعار، لان الاسعار كل يوم في حال. برضو لو حد عنده موديل معين عايزنا نتكلم عنه يسيب لنا في التعليقات، هقول لكم سعره وهنتكلم عن كل تفاصيله. وبكده يكون خلصنا معاكم حلقتنا النهارده. رب تكون الحلقه عجبتكم. اشوف حلقات جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.